أهلا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي الرياضي في المرمى، والذي يناقش اليوم ملف الاحتراف في كرة القدم الجزائرية. هل وصلنا فعلا إلى عالم الاحتراف الرياضي في كرة القدم بعد 5 سنوات من إقراره ببلادنا؟ هل فعلا يتم تطبيق جل معالم وشروط الاحتراف المتعارف عليها دوليا لدى أندية المحترف الأول والثاني؟ هل يتوقف الاحتراف فقط عند توفير المال ورفع رواتب اللاعبين إلى أكثر من 500 مليون سنتيم؟ لماذا لم نجد بعد 5 سنوات من الاحتراف ملاعب محترمة وتكوين نوعي للاعب المحلي؟ ولماذا وفي عالم الاحتراف ارتفعت ظاهرة الرشوة وتعاطي اللاعبين للمخدرات بأنواعها ناهيك عدم الانضباط؟ من يتحمل مسؤولية فشل الاحتراف في الجزائر؟ الاتحادية، رؤساء الأندية، المناصرين، أم الإعلام الرياضي؟ وإلى متى يبقى مصطلح الاحتراف في كرة القدم الشجرة التي تغطي غابة الفوضى والتسيب والتلاعب بالمال العام والنتائج الهزيلة؟ أسئلة وأخرى نطرحها اليوم على ضيوف برنامج في المرمى، وهم كالآتي: محفوظ قرباج رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، سليم مرباحي ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة، عبد الكريم مدوار ممثلا لرؤساء أندية المحترفين الأول، واللاعب الدولي الجزائري رابح ماجد. نلتقي بعد الفاصل، فابقوا معنا.